السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة شيوات منظري. فيديو اليوم ان شاء الله نقدم معكم لي كاب كيك اقتصاديين كيعطيو كمية كتيرة، والاهم انهم كيجيو لذاذ. نتمنى انكم تتابعوا الفيديو الاخير ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله. اول حاجه غادي ناخذ هنايا واحد البيضه كامله، بيضه واحده غادي نحضروا بها هاد لي كاب كيك كاملين الكميه اللي شفتوا معايا. غنضيف عليها واحد الكاس ديال السكر سنيده اولا حبيبات، وكذلك غادي نسموها هكذا بالسكر فاني، واحد الرشه ديال الملح، ونخلط هكذا الكل حتى غادي يذوب عندي مزيان هاد سنيده مع هاد البيض. كنخدموهم غير بالضرب اليدوي على هذا الشكل، ونضيف عليهم هنا عندي واحد الياغورت بنكهه الفاني. غادي ندير الياغورت او يمكن لكم تعوضوه كذلك بكاس ديال الحليب. القياس ديال الكاس هو الكاس ديال العنبه ديال 150 مليلتر. نضيف هكذا الياغورت ونضرب الكل كيف ما كتشوفوا معايا جيدا، ونضيف عليهم واحد كاس لاروب ديال الزيت، وغادي نخلط الخليط ديالي هكذا مزيان. دائما غير بالضرب اليدوي راه كافي. هاد لي كاب كيك غادي نعمرهم اولا غادي نضيف عليهم واحد التفاحه كيف ما كانت عندكم. غادي نحكا هكذا في هاد الحكاكه اللي كتكون غليظه، وكيف ما كتفضلوا بغيتي تحكوها هكذا بالقشره ديالها اولا تقشروها كيبقى لكم الاختيار، ولكن هذيك القشره ديالها راه حتى هي مفيده، وفي نفس الوقت راه ما كتبانش في وسط لي كيك. ضفت عليهم هنا واحد المعلقه كبيره هكذا ديال الزبيب اللي يكون هكذا مغسول، وواحد نصف حامضه اللي عصرتها نضيفها هكذا على التفاح. كيف ما كتعرفوا التفاح كيكحل بسرعه. غادي نخلط هكذا مزيان الزبيب مع التفاح ونضيفهم للخليط ديالي ديال الكيك. هكذا كيستافدوا وليداتنا من التفاح اولا من الزبيب في وسط الكيك. نضيفهم كاملين ونخلط الخليط ديالي. نتمنى اللي كيزور القناه ديالي اول مره ويعجبو المحتوى ديالها يدعمني بالاشتراك وباعجاب الفيديو، ويشاركوا هكذا مع الحباب والاصدقاء للفائده. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق اللي كتخليو ليا. نخلط هكذا الكل كيف ما كتشوفوا معايا. هاد التفاح هذا راه تيتقل شويه العجين، يعني بالنسبه للدقيق غادي نكتفيو غير بجوج ديال الكؤوس. الكاس اللي كنعبر بهم كيف ما قلت لكم قبيله هو الكاس ديال العنبه. غادي نغربل هكذا الدقيق الكاس الاول ونحرك هكذا الخليط ديالي. بالنسبه للخليط ديال لي كاب كيك راه تيكون شويه ثقيل على الخليط العادي اولا على الكيك العادي. الكيك العادي كنخليوها شويه خفيفه، اما الكيك هكذا او لي كاب كيك كنتقلوا الخليط ديالهم اولا العجين ديالهم. نخلط هكذا الكل ونضيف الكاس الثاني ديال الدقيق اللي غادي نزيد عليه كذلك جوج ديال خميره ديال 8 غرام، اي المجموع ندير 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. كذلك كنغربلها هكذا مع الدقيق باش ما كيبقاوش عندنا هذوك الحبيبات في الخليط. مقادير هاد ديال لي كاب كيك راهم بساط وفي نفس الوقت كيعطيو كميه كثيره وكينفعوا كيف ما قلت لكم هكذا الفطور اولا غوتي المدرسه لوليداتنا. كيوجدوا بسرعه. نخلط هكذا الكل والخليط غادي يكون على هذا الشكل، كيكون شويه ثقيل. نتاكد ان الدقيق ما بقاش عندي هكذا في التحت، وناخذ واحد البلاستيك هكذا غذائي ونغطي هاد السوبيره ديالي وندخلها للثلاجه حتى غادي تبرد. هنا خديت واحد المول هكذا اللي كنطيب فيه الكاب كيك وهاد الكويغطات هكذا الخاصين،
وخرجت الخليط ديالي اولا العجين ديالي هكذا من الثلاجه. انا خليته هنا تقريبا غير 15 دقيقه، يمكن لكم تخليوه حتى نصف ساعه. كل ما برد كل ما كيعطي نتيجه احسن. قبل ما كنخرجوه بحال هكذا اولا كنوجدوا المول، كنسخنوا الفران ديالنا على اعلى درجه عندنا وكنشعلوه من الفوق ومن الاسفل. يعني الفران ديالنا تيكون شاعل من جوج ديال الجهات ويكون سخون مزيان. والخليط كيكون عندنا كيف ما قلت لكم هكذا برد مزيان في الثلاجه هكا باش كيتنفخوا لنا لي كاب كيك وكيجيو ناجحين وكيجيو كذلك مفشفشين. جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم يعجبوا وليداتكم. كيف ما شفتوا معايا هكذا تنعمر الكويرطات ديالي حتى الفوق، تنخليه غير واحد الجزء صغير فين غادي تنفخوا. وكيف ما شفتوا معايا عمرت هنايا 12 كاب كيك اولا 12 حبه، وبقى عندي الخليط دخلتهم هكذا الفران حتى طابوا. هذه هي النتيجه ديالهم. ما كياخذوش الوقت نهائيا في الفران، تقريبا 10 دقائق تيكونوا طابوا. والفران كيف ما قلت لكم تيكون مشعول من الفوق ومن الاسفل، تيتحمروا تياخذوا هكذا هذا اللون وتنخرجوهم كيجيو رائعين. كيف ما قلت لكم بيضه وحده واقتصاديين وكيعطيو كميه كثيره. جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. وكيف العاده غادي نفتح معكم هكذا وحده باش تشوفوها حتى من الداخل ديالها كيف كتجي. كاب كيك ناجحين وسهلين في التحضير ديالهم ومقاديرهم. نتمنى اللي وصل الفيديو حتى لهذه المرحله ما ينسانيش من الدعم ديالو، لايك اولا اعجاب الفيديو. واللي ما مشتركش في القناه ديالي يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا كيجيو هكذا فشفشين ورطبين وخفاف وبنان اكيد، لان هذاك التفاح اللي حكينا فيهم كيعطيهم واحد البنه لذيذه بزاف. وفي نفس الوقت راه ما تيبانش هكذا، هانتوما شوفوا في الداخل ديالها ما تيبانش عندنا. يعني واخا ياكلوا وليداتنا هكذا ما غاديش يحسوا بان راه هذاك التفاح باين ولا شي حاجه. كاين الوليدات اللي ما تيبغوش ياكلوا هكذا الخضار او الفواكه، يمكننا ندخلوهم اليوم في هذا الكوتي. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وما تنسونيش دائما من الدعم ديالكم. كنشكركم من القلب ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ودمتم في امان الله وشكرا لكم على المتابعه.